تسجيلات إمام الزمان تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ذكرت قبل شوي يعني متى علمت عقيدة الشيعة؟ لما دخلت البالتوك. عندما دخلت إلى البالتوك علمت عن حقيقة المعتقد الشيعي. لكن لماذا اخترت الرد على الشيعة؟ هذا يعني أول شيء صار يعني مو مزاجي أنا، هي جت هيك مثل ما يقولون. ثانيا يعني احنا عندنا بالكويت ما عندنا موضوع نصارى ما نصارى، عددهم يعني يعد على الأصابع، أغلبهم أجانب، فما عندنا ما نعرف عنهم شيء ولا نهتم فيهم لأنه مو عرب يعني. لكن الشيعة عايشين بيننا، بارك الله فيك، الشيعة عايشين بيننا يعني، وجيراننا ومعانا بالعمل وكل شيء، فيهمنا أن نعرف حقيقتهم، وحتى يهمنا أن نعرف معتقدهم. على الأقل أقل ما فيها أن ممكن أن تقنع شخص فيهم مثلا، علما بأنهم ما يناقشون في الأمور هذه العقائدية أو أمور الدين خارج يعني البالتوك أو غيره. لا يمكن 12 إلا ما ندر جدا 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 أنه يتكلم معاك في الدين. فالمجال كان فقط مفتوح عندنا في البالتوك. ثانيا يعني إلى قبل افتتاح قناة صفا وقناة وصال، نسأل الله أن يحفظهم إن شاء الله، ما كان في أي مجال على وجه الأرض أساسا لفضح الدين الاثنى عشري أو الرد على المعتقد الاثنى عشري إلا البالتوك. ما كان في ولا شيء، ما ولا يومك ما عندنا غير المحطتين الفضائية والبالتوك بس. أما قبل محطات هذه الفضائية ما كان في غير البالتوك هو الذي يبين حقيقة هذا المعتقد الاثنى عشري. فلهذا السبب ركزنا على الموضوع. وبصراحة يعني الواحد لما يحس انه قاعد يسوي شيء يعني يبين للناس حقيقة هذا الدين وغير هذا، تشوف انت ثمرة المجهود هذا، ان في ناس قاعد تهتدي، هذا شيء طيب يعني، هذا شيء طيب يعني. كان اذكر ايام غرفة انصار البيت اول لما كان واحد يهتدي، تلفونات بيناتنا، واحد يهني الثاني يبارك للثاني ان في مهتدي في مهتدي اليوم، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ردا على سؤالك عمي العنزي. تفضل معك المايك، تفضل يا باحث. طيب حياك الله وياك، بارك الله فيكم مشاري. والله الأسئلة ما شاء الله كثير وصلت من الإخوان، لكن سنتناولها يعني بقدر ما نستطيع بإذن الله، بقدر ما نستطيع بإذن الله. طيب هذا السؤال الثالث أو الرابع يقول يقول لماذا، لا هذه سألنا نعم، لا يقول لماذا اخترت البالتوك بالذات كوسيلة للرد على الشيعة؟ يعني يوجد هناك منتديات، يوجد هناك يعني طرق أخرى للرد على الشيعة، لماذا اخترت البالتوك بالذات؟ ومتى كانت أول بداية يعني كانت لك في البالتوك؟ السؤال واضح إن شاء الله أبو مشاري؟ واضح إن شاء الله أبو مشاري؟ بارك الله فيك. وين راح عمنا أبو مشاري؟ نعم لك المايك أبو مشاري. السلام عليكم ورحمة الله. والله السؤال تقريبا قاعد يتكرر بس بصيغة ثانية، بارك الله فيكم. السؤال نفسه قاعد يتكرر. يعني أنا قلت لكم دخلت البالتوك لأن كان أخوي في غرفة السرداب أولا، فكنت أدش عشان أسمع. بعدين فتحت غرفة أنصار البيت، دشيتها، كان فيها العدد قليل، فكانت تقريبا شبه ديوانية حق الشباب اللي موجودين يسولف مع بعض على الخاص وعلى العام وهذا، إلى أن كبرت الغرفة. لكن ليش اخترت الرد على الرافضة؟ والله شغلة ما صارت باختياري يعني. صرت آدمن هناك وبديت أعرف عقيدة الناس هذه. وطبعا اللي شجعني أكثر أني أنا دشيت غرف الرافضة قبلهم يعني، وشفت عقيدتهم أو حقدهم على أهل السنة والجماعة، حقدهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حقدهم على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أو الشغلة اللي بيني وبينكم يعني بعد فترة بسيطة يعني من استلام الإدارة في غرفة أنصار البيت، بدأوا الشباب يشجعوني يعني يشجعوني. وكنت ايامها كان ما في على فكرة، كان المشرفين عددهم قليل،
انا كنت استلم اداره من الساعه 11:30 بالليل الى صلاه الفجر، الى صلاه الفجر، يعني من 11:30 بالليل 11:15 الى اذان الفجر اسلم الاداره. فشوف عاد 5 6 7 ساعات، اول شيء العدد قليل. طيب عندي 4 5 6 ساعات هذه بشنو تغطيها انت يعني كمشرف؟ بشنو تغطيها يعني؟ فبديت استعين. ترى شباب التكست ما قاعد اشوفه، انا ما قاعد اشوف التكست، اشوف مكان ثاني يعني، قاعد طالع حوض السمك يعني، ما لي شغل فيكم التكست، فاللي يكتب على راحته يعني. فبديت استعين في المواد هذه، مواد التسجيلات هذه البسيطة، بديت استعين فيها لان عشان تساعدني. يعني مو معقول انا شنو اتكلم، اصلا انا ما عندي علم اصلا، يعني في الدين الاثنى عشري ما عندي علم. فبديت استعين بالمواد، لقيت الموضوع له قبول. يعني شوف الشباب خاصة اللي يدشون الغرفة في لهم قبول بهالموضوع. شنو هذا؟ ان شاء الله حاضر ولا يهمك، ان شاء الله حاضر يا الخاص، حاضر يا الخاص ان شاء الله. شنو هذا؟ ماشي حاضر ماشي. شوف نسيتوني، شفت شلون؟ بارك الله فيكم. فاقول لكم بديت استعين بهذه المواد، لقيت لها قبول وانتشرت، يعني تنتشر بسرعه، خاصه يعني كلامها المعممين كلام مخزي مخجل، فانتشرت. وكانت اول ماده يمكن الكل يذكرها. شنو هي يا شباب بارك الله فيكم؟ اول ماده نشرت، نعم، فاطمه، مدينه فاطمه هي اول ماده انتشرت. وبصراحه انتشرت بشكل فظيع جدا جدا، يعني ناس من بلدان بعيده عن الكويت يعني يكلموني عنها، او واصله لهم هناك يعني. فانتشرت هذه الماده. بعدين بدت هذه المواد تزيد تكثر، بدا ابو مشاري يعني ينعرف برا حتى البالتوك، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. وطبعا تميزت غرفتنا غرفة أنصار أهل البيت، كانت متميزة يعني، مع احترامي والشديد لغرفنا الثانية، ان فيها تنوع بالطرح، ولا زالت هي بهالطريقة يعني. شو اللي يميز غرفة أنصار آل محمد الآن؟ التنوع بالطرح. يعني الشخص اللي يجي ممكن انه يعني يسمع ماذا يدور بالحسينيات من ضحك على عقول المساكين، من شرك، من كفر، من كلام يعني غلو. هذا من جهة. يسمع فيها الحوارات، يسمع فيها المناظرات، يسمع فيها الاشياء الفكاهية. يعني ابو مشاري لما يعرض شيء يعرضه بطريقة كوميدية صح، لكن المغزى ما هو كوميديا وما هو الضحك، المغزى انه احرك عقول ضيوف الاثنى عشرية. تعال، الكلام هذا انت الان سمعته بالحسينية، هناك بالحسينية عدى عليك ما انتبهت له، لكن هني تعال احنا نحرك عقلك. فهذا الاسلوب اللي مشى، او اللي انا مشيت معاه يعني. فهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. تميز غرفنا لانها فيها تنوع بالطرح. الان ما شاء الله عندنا مشرفين تبارك الرحمن، يعني ما اذكر لكم اسماءهم، ما احب اصنفهم يعني. عندنا مشرفين صراحة متميزين وفضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندنا في الغرف الاخوة، يعني الغرف الاخرى في كل غرفة في ناس متميزة في ادارتها يعني، وهذا شيء طبيعي باي غرفة كانت، في ناس متميزين. فهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. احنا حتى روادنا متميزين تبارك الرحمن. روادنا بس تتكلم الموضوع قبل لا تتكلم ابد، الروايات، الاحاديث، الايات، وهذا شيء بصراحة يشرفنا. وانا دائما اوصي اخواني واخواتي اللي بالغرفة، يا جماعة كل واحد ملف وورد، وعلى طول الروايات، الاحاديث، الروابط انسخها، حطها عندك. اي رافض يصك حلجة على طول بهالسوالف. والحمد لله والله ما يمديك تتكلم للايات نزلت على التكست، الاحاديث، الروايات من كتبهم كله من منه، مو مشرفين لا يبا، كله من رواد الغرفة، بنات وبناتنا واولادنا، وهذا شيء يشرفنا يعني. بارك الله فيكم. طيب، حبك الله ذببتني فيه. الحين اطالع التكست، الان اطالع التكست. طيب تفضل يا العنزي اذا في شيء بعد، تفضل يبا. عفوا عمو العنزي جاء. يلا اوكي خلاص، تفضل.
لا تفضل، معك تكلم. معك مشاري، تكلم. أبو مشاري تسمعني؟ طيب يا أخوان الصوت واضح بارك الله فيكم. اسمعك الصوت... بارك حي الله الله، مرعب. بس هد المايك عشان حي الله مرعب، رجع مرعب. ها الصوت واضح يا أخوان؟ اسمعك. طيب بارك حياك الله الله أبو فيك. مشاري. على العموم السلام عليكم. لا نزل عندك تقطيع وايد. في سؤال واحد من الشباب كتب لي على الخاص، سؤال مهم جدا يعني، او سؤال يمكن يهم الجميع ان يعرفون شو اللي صار. تبي المايك؟ تفضل يا نزل، تفضل حبيبي. طيب أنا أعتذر بارك الله فيكم مشاري على المقاطعة، لكن حصل عندي الإشكال بالنسبة لموضوع الأسئلة، فهي كثير وموجودة عندنا كل الأسئلة، الله يغفر لنا وياك. لحظة لعل مرعب رجع الآن، لكن إذا أردت أن تجيب على الأسئلة أطرحها لك على العام وتجيب عليها. هل تريد الطريقة هذه أبو مشاري ولا نخليها إن شاء الله على المايك؟ تبغاني أطرح الأسئلة على العام؟ بارك الله فيكم مشاري. الصوت واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذا كان واضح الصوت ممتاز. خلاص إذا المايك يبقى معك عمرو مشاري، والأسئلة تطرح على العام. بارك الله فيكم. لك المايك عمرو مشاري. بارك الله فيك عمي. والله افضل حتى يكون سريع بدل ما يروح الوقت، لان عندنا اخونا ابو حمد عنده الساعه 12 موضوع مش عارف ايش، فلا يدوخني بعدين. في شغله بس انا اقول لك اياها. احد الاخوه ذكرني موضوع اللي هو المباهله، وقصه المباهله اللي تمت بيني وبين حسن شحاته اجلكم الله. المباهله انا كنت على طول يعني موضوع المباهله، وين ما اشوف حسن شحاته اكون بنك ثاني اطلب مباهلته يطردوني بارك الله ان شاء الله يا مرعب. كنت اطرد. يوم من الايام رايح حق واحد من الاخوان ازوره، دخلت على الديوانيه ولا حسن شحاته اجلكم الله في غرفه رافضيه، وهو داخل بنك اسمه نك ابو احمد وقاعد يسجل له. فقلت له ابو احمد، نعم حسن شحاته الله يعزك، قلت له ابو احمد قول لهم حسن شحاته يباهلني على انه زنديق كافر. المهم نقطوه. بس شوي الادمن خذ المايك كان يقول وين هذا اللي بيباهل الشيخ حسن شحاته. ارفعنا النقطة والله صارت، بدينا نتكلم الى ان تمت الاتفاق على صيغة المباهلة، ولكن غيروا المباهلة نفسها. المباهلة كنت اريد ان اباهله على انه مرتد كافر. طبعا هو اقرب له من يا شباب؟ اقرب له انه يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لا انا باهلك على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. والمباهلة طبعا تقريبا الكل سامعها، وتمت المباهلة بالصيغة التي طلبوها هم، يعني رضيت عليها. اهم شيء ان كنت ابي يلعن نفسه باي طريقة هذا المخلوق. وبفضل من الله سبحانه وتعالى كلكم الان تعرفون ماذا حصل لحسن شحاته. ماذا حصل لحسن شحاته؟ ما فهمت الخاص بارك الله فيك. ما فهمت بارك الله فيك. حسن شحاته الآن مسجون أو إنه في مستشفى، خلص يعني وضعه مزري جدا جدا. نسأل الله أن يلحق به ياسر الخبيث بإذن الله تعالى.